ماذا يحدث في الخليج؟ خصوصا الامارات اللي حقيقه لا على حامي ولا على بارد. اللي بيحصل في الامارات النهارده وتحديدا في شهر ابريل 26 زلزال بيضرب اساس النموذج الايراني الاماراتي اللي اتبنى على مدار 50 سنه. النموذج اللي كان بيقول هات فلوسك وتعالى عندنا اغسل اموالك، تنهب تتاجر في المخدرات في الدعارة، تعالى احنا الواحة الآمنة. النهارده الواحة دي مهددة بشكل كبير جدا بانهيار المشروع بعد ما ضربتها ايران واللي غيرت قواعد كل شيء. الامارات اضطرت تنشر الرعب في نفوس الاجانب وتمنعهم من التصوير وتقبض عليهم، سيبك من المواطنين والوافدين. مضيف طيران اجنبي اخترقوا الواتساب بتاعه عشان يشوفوا الفيديو اللي نشر من الطياره، وقفلت فندق برج العرب اللي هو رمز الرفاهيه العالمي، قفل ابوابه 18 شهر جايين لسه. اللي ما راحش دبي يعني زينا كده يقدر يعمل سيرش على فندق برج العرب اللي قفل 18 شهر. حاجه كده كان الناس تتفاخر انها قضت فيها نص يوم مش يوم، قال لك عشان الترميم. لكن الحقيقه بيقفل نتيجه العزوف السائحين عن الامارات المستهدفه والرعب. ما بقاش فيه يابا، ما بقاش فيه. فندق برج العرب في دبي يغلق ابوابه 18 شهر لاجراء تجديدات وسط تراجع السياحه. كلمه تراجع السياحه دي لفظ مهذب جدا يا جماعه. يعني اللفظ هو انهيار السياحه هو اللفظ الادق. فندق برج العرب في الامارات ده يعتبر براند الدولة السياحي. لما رويترز تعلن انه هيقفل 18 شهر بسبب تباطؤ الاقبال ونتائج الحرب، فده اعتراف بموت تماما اكلينيكي للموسم السياحي، وان دبي ما بقتش ملاذ امن، وهي اللي رجعت للعصر الحجري مش ايران كما وعد ترامب. الامارات النهارده حاسه بالقفا الترامبي، دخلوا الحرب لاجل خاطر عيون ترامب واسرائيل وبذلوا مجهود كبير جدا. الامارات للحظه الغيبوبه تخيلتها انها تكون متفرج مستفيد وظنت ان هي قاعده محميه، لكنها اصبحت الساحه الخلفيه لتلقي الضربات كاكبر دوله خليجيه تتلقى درونات وصواريخ ايران. وخد بالك كل ده وايران مش عايزه تدمر الامارات ولا الخليج، الكل متفق. وده السؤال اللي يجب ان ينطلق منه اي حوار بقى عن القصف الايراني للخليج. السؤال اللي لازم يطرح بهذا الشكل في تقديرنا: هل ايران تستطيع تدمير الخليج ولا لا؟ اذا كانت الاجابه بنعم، فكل اللي حصل ده هو تحجيم للامريكان. إذا كانت الإجابة بنعم، وأعتقد إنها بنعم، إيران بتبتز أمريكا. خالد بالعمى محافظ مصرف الإمارات كان في اجتماع بالأمس، مش عارف ده اسمه ولا ده لقب ولا إيه، مع سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، وطلب مبادلة العملات بشكل عاجل. الإمارات بتطلب، تخيل العنوان ده لم يكن يتخيله أي حد خليجي في أسوأ الكوابيس. مع التلويح باللجوء إلى عملات بديلة، الإمارات تطلب دعما أمريكيا تحسبا لأزمة سيولة بسبب الحرب مع إيران. الإمارات تسعى على الحصول على خط مقايضة دولار من الولايات المتحدة في ظل استنزاف الحرب الإيرانية لاقتصادها. وده معنى الامارات تقول ان ايران يجب ان تدفع تعويض من اجل الاضرار اللي لحقت بجيرانها. خد فشار وروح لماما، روح لماما بالفشار بسرعه لان مستنيه الفشار. المسلسل الليلي هيبدا ومستنيه الفشار، فما تتاخرش على ماما بس بالفشار. ده معناه شيء من حاجه من اتنين: اما ان سيوله الدولار في البلد بتنشف، وان الاحتياطي الاجنبي الاماراتي بدا يتاكل تحت ضغط هروب رؤوس الاموال بسبب الحرب، هروب عنيف بتتكتم عليه الامارات زي ما بتتكتم على كل حاجه،
او الامارات بتبتز امريكا لمنع توقيع اتفاق مع ايران، وقد يكون الاثنين، مع اني مستصعب تماما حكايه انه يكون عنده عجز في الاموال. في نفس التوقيت اللي خرج فيه عبد الخالق عبد الله صوت السلطه الاماراتيه على منصه اكس، كتب انه حان الوقت لاعاده النظر في القيمه المضافه للقواعد الامريكيه في دوله الامارات. لا احد يشكك في اهميه البتاع وستتعمق، ومع ذلك فقد حان الوقت لاعاده النظر في القيمه المضافه للقواعد الامريكيه الى منظومه دفاعنا الوطني. في تقديرنا المتواضع ده نوع من انواع الابتزاز. هل سيتم اغلاق القواعد الامريكيه في الامارات؟ الامارات لم تعد بحاجه الى امريكا، هي ما بقتش موجوده يا عبد الخالق، لكن يعني برضه ده تقديري، ده نوع من الابتزاز. مرتين اكتشفوا فجاه ان القواعد الامريكيه اللي واخده مساحات من ارضهم مكلفه ميزانياتهم ملهاش لازمه، لان وقت الجد الصواريخ الايرانيه عدت والسياحه اتضربت والبورصه وقعت والقروش الاموال هربت، وامريكا واقفه تتفرج وتعد المكاسب والخسائر من بعيد. بل ترامب اكتر من مره طنط انه لازم يدفعوا فلوس الحرب، فطبيعي يطلعوا لحمهم المر وجلدهم الغليظ على امريكا. انت عارف لحم مر وجلد غليظ. هنتعامل باليوان الصيني بدل من الدولار. دي عايز الحاجه انشراح بذات نفسها. الامارات تبلغ واشنطن انها ستضطر لبيع نفطها باليوان في حال عدم امدادها بما يكفي من الدولار. عشان كده بنرى ان ده جزء من خطه الابتزاز الاماراتيه لامريكا عشان تكمل الحرب. مشكله محمد بن زايد مش في الحرب، المشكله في اليوم الثاني بعد الحرب. زي ما كان لسه الجنرال الامريكي بيتكلم، لو الحرب وقفت بكره الصبح مشروع الاقتصاد الاماراتي مش هيرجع زي الاول. ومش هيرجع زي الاول دي جمله متحفظه جدا، لان هيبه الامان انكسرت. العالم كله عرف ان الامارات ممكن تتضرب في اي لحظه بدرونات مصنوعه في دوله معمول عليها حصار بقاله 40 سنه. المستثمرين فاهمين تماما ان الحرب ممكن تنام شويه، بس ممكن تصحى في اي وقت طالما في صراع اقليمي. والمبدأ اللي كلنا حافظينه، راس المال في غاية الجبن. ليه اغامر؟ اثرياء اسيا يخططون لنقل اصولهم من دبي. لا، في اثرياء كتير نقلوا اصولهم فعلا، دي مش كده. الامارات بتنفي فرض قيود على حركه رؤوس الاموال، وده كذب. الامارات بتعافر في كل مليم بيخرج. الامارات اللي بنت النموذج بتاعها على فكره الاستقرار المطلق، النهارده الاستقرار ده بقى نسبي ومرهون بمزاج طهران. الامارات اعلنت النهارده عن تفكيك خليه تابعه لطهران في قلب ابو ظبي. بقى الاخبار بقى اللي انت فاهم بقى اللي هي بتاع كانوا بيجندوا الشباب الاماراتي. هيجندوهم في الديسكوات؟ هيجندوهم في المواخير؟ يا عم، اعلن جهاز امن الدوله عن تفكيك تنظيم ارهابي والقبض على عناصره وتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحده وزعزعه من خلال التخطيط لتنفيذ اعمال. كما اظهرت التحقيقات تبني اعضاء التنظيم ايديولوجيات وافكار ارهابيه متطرفه تهدد الامن الداخلي. ووفقا فقد قام اعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سريه داخل الدوله وخارجها مع عناصر ارهابيه وتنظيمات مشبوهه بهدف نقل افكار مضلله الى الشباب الاماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجيه للتحريض على سياسه الدوله. وتضمنت تهم تاسيس وانشاء تنظيم سري. تنظيم سري ايه بروح اهلك انت اللي هيتعمل ده؟ الامارات الحمام ربنا يعز قدركم عليه 3 كاميرات، الغرف بتاعت الفنادق فيها كاميرات، اجهزه الراوتر بتتجسس على الناس. فانت ايه اللي هو البتاع ده؟
كل بيفكر دلوقتي قبل ما يحط دولار واحد في الامارات، ناهيك عن العقارات اللي اسعارها يقدر خش بمنتهى البساطه شوف اسعارها انهارت ازاي، ولا موانئ ابو ظبي اللي حالتها تصعب على الكافر. مشروع الاماراتي مهدد وجوديا. المظله الامريكيه عباره عن مظله ورق دابت مع المطر. الصداقه مع واشنطن ليها تاريخ صلاحيه بتنتهي اول ما المصلحه الامريكيه تخلص. المتغطي بامريكا عريان، وزي ما السياسه فيها تقلبات بتغير مصير دول، القدر كمان ليه تصاريفه اللي محدش يقدر يقف قصادها. من صدمه الحسابات السياسيه والاقتصاديه الاماراتيه انا اسف، لصدمه انسانيه حقيقه وجعت قلوب ناس كتيره جدا، وهي ترند في مصر، غياب الدكتور او وفاه الدكتور ضياء العوضي رحمه الله عليه، اللي كأن الارض انشقت وبلعته. طبيب الترند كما اطلق عليه من رواد مواقع التواصل، فجأة بقى اسمه في منشطات الوفاة تحت بند الظروف الغامضة. انتهت حياته بلغز محدش عارف يحله، مع ان الامارات من اكتر من 20 سنة مثلا، تقريبا 20 سنة حلت لغز السكري وطلعت وهشام طلعت لما قتلوا اسمها ايه اللي كان نسيت اسمها والله، مش ذكرى طبعا الثانيه دي اللي هي المهم سوزان تميم وعرفت، والكاميرات ده من 20 سنه بالكاميرات. دكتور ضياء رحمه الله عليه الامارات ما بتجاوبش على الاسئله المعلقه. طريقه موته اثارت كثير من اللغط والشكوك، ده موت طبيعي ولا بفعل فاعل؟ الراجل كان في اعلى درجات الانتشار على المنصات كواحد من اعلى الدكاتره المشاهده في مصر والدول العربيه. فجاه يقول لك اصل كان في الاوضه بتاعه شحن جثمان الدكتور ضياء العوضي الى مصر في اسرع وقت فور الانتهاء من الاجراءات. قبل ما اقول لحضرتك مات ازاي لازم تفهم هو مين ضياء العوضي، وليه الصدام مع نقابة الأطباء وصل لدرجة الانفجار. ضياء العوضي الله يرحمه تلقى قرار بشطبه نهائيا من مزاولة مهنة الطب. قرار من نقابة الأطباء بشطبه نهائيا من مزاولة مهنة الطب. أعلنت النقابة استشار بإسقاط عضويته وشطبه من سجلات النقابة، انه قدم معلومات طبيه غير مثبته علميا وتخالف القواعد المعمول بها ودوليا تضر بالمرضى، تناول العديد من التخصصات التي لا تدخل في نطاق تخصصه زي السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب. خطاب الطب الذي تم تقديمه للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبيه معقده مع تقديم استثناءات غير مثبته. الشاهد انه نقابه الاطباء شطبته من ممارسه مهنه الطب. الزتونه كان بيطرح اراء تعتمد على نظام غذائي بيسميه الطيبات، وبسبب النظام الغذائي كان بيخوض حرب ضاريه مع شركات الادويه اللي بتكسب من المجال ده مليارات. هذا الاستشراء في المرض، وهذا التضخم في تجارة الدواء، وهذا التقدم في صناعات الإشعاع والكيماوي والعلاج بالبوزيترون والبروتون والنيوترون والزعبطون. أنا بضرب جسم بشري يا إخوانا بالنووي ليه؟ في إيه؟ يقول لك أصل في سرطان. يا عم السرطان ده الوقت، السرطان ما يعملش فيا اللي أنت بتعمله فيا ده. ده لو فرضا إن في حاجة بتموتني اسمها سرطان. يعني انت تضربني بالكيماوي والاشعاع وتقول لي سرطان؟ طب هو السرطان ده جه منين؟ هيقول لك مش عارف جه منين. طب انت بتضربه ليه؟ طب هو مش عارف جه منين.
يقول لك اصل هيموتك. طب عرفت مين هو هيموتني؟ يقول لك ما احنا شفنا حالات سابقه. انا ما شفتش بقى دول. يقول لك يعني انا لو سبت سرطان ثدي مش هيحصل له قرحه في الثدي؟ طب ما هو معلش اللي بينام على ظهره يومين بيجي له قرحه في ظهره، صح؟ ولا قرحه في رجل تيجي ازاي؟ صح؟ ايوه. ينام على ظهره يومين بيجي له قرحه. يبقى السرطان لما يعمل قرحه هنا يبقى ده مش حاجه عاديه، ده حاجه عاديه. دوال الرجلين بتعمل قرح حواليها، يعني الجلد بيتقرح من هنا من دوال الرجلين. طب ليه؟ يبقى شو معنى كده ان آلية حدوث القرحه مش سبيسيفيك للسرطان، ده حاجه طبيعيه بتحصل مع زياده الضغط في اي نسيج عن الضغط الطبيعي بتاعه. ده كان يعني لب الخلاف. ده كان بعد ده لب الخلاف اللي هو النظام الغذائي اللي هو بيعمله، وكان ليه مؤيدين وكان ليه منتقدين، وكانت الحياة ماشية. الطيبات الاستشفائي. النظام ده يا جماعه انا هقراه وهقول لك تاخد منه ايه وترمي منه ايه وتسمع مني الكلمتين. اول كلمه هقولها، الناس اللي بتفكر ان هي توقف كل ادويتها، ادويه المناعه وادويه الكانسر وادويه السرطان والانسولين والكوليسترول والدهون الثلاثيه وتروح تاكل بس، دي ما تتفرجش على الفيديو. انا ماليش دعوه بيك، انت راجل دماغك شتت منك خالص. ليه سؤالك ليه؟ حضرتك دلوقتي جيت راجل مريض انسولين سكر نوع اول، بتاخد جرعات انسولين كام وحده قبل كل وجبه، قمت حضرتك متوكل على الله وقفت الانسولين خالص وقمت ضارب طبق نوتيلا او طبق مربى او الكلام الجميل ده كله. ايه اللي حصل؟ حضرتك سكرك رفع، انت مت، انت مش هتتناقش اصلا، انت توكلت على الله توفيت. ساعتها المفروض انت بتكون متابع مع الدكتور ضياء الله يرحمه، فهتخش له فيلحقك، مفيش حد دلوقتي يلحقك. ولو رحت للصيدلي قلت له انا موقف الانسولين هيمسكك ويرميك بره الصيدليه، فدي ما فيهاش نقاش، فانا مش عايز اتناقش في الحته دي. بس ناس كتيرة بتترحم، واضح ان كانوا متابعين الدكتور ضياء، عمل اللي عليه الله يرضيه الله يرحمه. الله كان رجل بتاع البث بيتقطع باستمرار، والسبب واضح، في تشويش ولا ايه مش عارف، ده واحد ولا ده كاتب كده وخلاص، محدش بيشتكي من البث. اهتمامنا ببعض الرسائل يعني الترحم، ربنا يجعل دعواتكم في ميزان حسناته. انت ليه مهتم بالموقع اكتر من اليوتيوب والبتاع؟ الموقع ده يا جماعه الدنيا فيها تغيرات كبيره جدا، لا اليوتيوب دايم ولا الفيسبوك، وتعرضنا لهزات كتيره جدا جدا جدا. انا بدعوكم الموقع، يا ريت كل الناس تنضم الموقع ده، شيء مهم جدا في تدعيمنا، ولا قدر الله لما يحصل اي حاجه احنا بنبني الموقع حاجه في حاجه عشان يكون افضل، فبدعوكم جميعا للانضمام اليه. المهم، بعد قرار الشطب ضياء العوضي ساب مصر وطلع على الامارات، قعد اسبوع في فندق في دبي. فجأة الموبايلات اتقفلت والتواصل انقطع. زوجته في مصر الدكتورة ميادة، خالص العزاء ليها ولأسرته ولكل محبيه، خرجت في لايف تناشد الناس يساعدوها تعرف مصيره. اسبوعين من الضباب فين؟ في دبي، اللي عدد الكاميرات فيها اكتر من البشر، اللي بقول لك الراوترز بيتجسس على الناس. اسبوعين من الضباب، لا حد عارف هو فين ولا بيعمل ايه، لحد ما تم الاعلان عن وفاته داخل غرفته في الفندق. قال لك اسبوع ما خرجش. التدخين غير مضر، رأي صادم. تفاصيل جديدة في وفاة الدكتور ضياء العوضي. سافر دبي بتأشيرة زيارة وأقام بأحد الفنادق، وضع على غرفته لافتة ممنوع الإزعاج لمدة 28 ساعة. لم يخرج من الغرفة أو يسلم المفتاح للاستقبال. وبقى في حد بيسلم مفتاح للاستقبال؟ لم يطلب أي طعام أو مشروبات من مطعم الفندق. إدارة الفندق أبلغت الشرطة وتم فتح الغرفة ووجدوه متوفي. تم إبلاغ النيابة ونقله للطب الشرعي واختار القنصلية المصرية. حط بقى 30 مليون علامة استفهام على القصة دي. اللي دبي يا جماعة، الإمارات كلها عبارة عن تقنية أمنية غير مسبوقة. إسرائيل بتستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية، إسرائيل اللي بتأمن دبي. كل الأنظمة بتاعة الأمان اللي ممكن تتخيلها في العالم موجودة في دبي. عشان كده أنا ما ببالغش ولا التقارير بتبالغ لما تقول لك إنه ده مشروع وخلص.
انتهى، كله كان مبني على الامن الكامل. انت ما فيش اي حاجه، انت لو سبت 3 مليون في الشارع محدش هيقدر يخاف يقرب لهم من كتر الكاميرات. اختفاء اسبوع كامل. الدكتور اهله وكل اللي حواليه بيسالوا عنه وهو قاعد في فندق مش في مكان مجهول، والفندق يتحجج انه سايب ورقه انه ممنوع الازعاج. ايه كل يا راجل، انت الفندق لو مرتين بتوع النظافه، اصلا بتوع النظافه دول احيانا ما بيشوفوش بتاعه الازعاج دي، ولو عدوها مره التانيه بيفتح الاوضه تلاقيه داخل عليك. فالموضوع اثار كثير من الشكوك لدى اسرته ومتابعينه. ايه اللي بيقول ان الدكتور ضياء اتضرب في عش الدبابير، او ان شركات الادويه العالميه اصطادته؟ لان كل كلام دكتور ضياء رحمه الله عليه كان اعلان حرب مباشر على شركات الادويه. ما هو انت لما بتقنع ملايين يبطلوا ادويه مزمنه، انت بتهدم امبراطوريات بتكسب اكتر من المخدرات والسلاح. هل الشركات دي اللي خلصت عليه؟ هو خرج قبل كده وقال انا لو مت ابقى اتقتلت، اوعوا تصدقوا ان انا انتحرت. عنده 45 سنه وما بيشتكيش من حاجه، والراجل يبدو وكأنه كان يشعر، عشان كده وجه الرسالة دي قبل كده. بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امر كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى مت اعرفوا ان انا اتقتلت مش انتحرت. مفيش حاجه اسمها ان انا اديها العضو ينتحر، انتهت. حطها في بالك، الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. فهو كأنه بيقدم إجابة لحد اللي يطلع قصة عند وفاته مش مبلوعة. وفاته طبيعية ولا مش طبيعية؟ فعلا ما عنديش إجابة، لكن الشواهد مقلقة. اختفائه أسبوع، أهله نشدوا طوب الأرض أكتر من أسبوع، فندق ما يرضاش يفتح الأوضة عليه أسبوع وأهله يناشدوا وهو فندق معروف. ده يثير ريبة كبيرة. رحمة الله عليه. لكن تبقى الأسئلة معلقة.